السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة بقى فيديو جديد بعيدا عن فيديوهات الروتين. النهاردة بقى ايه، عندي مناسبة، عندي فرح يعني، فحبيت كده ايه ان انا اجهز نفسي، وحبيت اوريكم كده ان انا بجهز نفسي ازاي. ورحت كده بقى ايه الكوافير، واديني اهو قاعدة منتظرة. حبيت ان انا ايه اعمل ضوافري واعمل شعري والحاجات دي كلها، واوريكم. كملوا معايا الفيديو كده للاخر، بس ما تنسوش بقى اللي دخل الفيديو تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان يوصل لكم كل جديد، وانزلوا تحت على كلمة على تفعلوا الجرس يعني علشان برضو يوصل لكم اشعار اول باول ان انا نزلت فيديو جديد. والناس اللي مش عندها انستجرام انزلوا تحت هتلاقوا اللينك الانستجرام في صندوق الوصف في الفيديو، وحاطاه كمان في المنتدى. والناس اللي بتسالني عن الانتساب انا سايبه لكم لينك الانتساب برضو في المنتدى يا جماعه. واكتبوا لي برضو انتوا عايزين فيديوهات ايه الفتره الجايه، وانا بحاول اهو على قد ما اقدر والله رغم تعبي اللي انا انوع لكم في الفيديوهات علشان انتوا حبايبي، عشان بس الناس ما تفتكرش ان انا قناتي بس عباره عن روتين. بس هو بس فيديوهات الروتين هي اللي بتجيب تفاعل اكتر يعني معايا، وبلاقي في ناس كتير او بتتفاعل معاها وبتحبها. فانا يعني حتى عملت لكم برضو فلوجات وحاجات لما كنت في اسكندريه ولما كنت في العين السخنه وكده، وانتوا برضو حبيتوها، فقلت بقى ايه اعمل لكم برضو فيديو. يعني زي ما وعدتكم ان انا على قد ما اقدر كل مكان هروحه هحاول ان انا اعمل لكم فيديوهات فيه. انا بحبكم كلكم وبشكر كل الناس المنتسبين عندي في القناه اللي بيدعموني، ان هم طلبوا ان انا اعمل الانتساب. وكنتش اعرف اي حاجه في الانتساب ده خالص، انا بناء على طلبكم والله عملت الانتساب. وبشكر طبعا كل اللي عندي على القناه، ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم ابدا ابدا. عايزه كده بقى ايه كومنت حلو كده يدعمني بحيث ان انا انزل لكم فيديوهات اول باول. بصوا ده ايدي كده قبل ما اعمل اللي هو الميكرو اسمه ايه، الجيل بولش بتاع الضوافر. أنا طبعا يعني الحمد لله ضوافري طويله، مش بركب ضوافر ولا اي حاجه. انا كنت عامله قبل كده وهي دلوقتي بتشيلهولي عشان تعمل لي واحد من اول وجديد اللي هو في الجيل بولش والهارد جيل والكلام ده كله. فانا ايه جربت الجيل بولش بصراحه، هو نفعني جدا يعني، بيقعد معايا بالشهر وبالشهرين. هو جميل جدا جدا، احسن من مانيكير العادي بالنسبه لي. المانيكير العادي بيتقشر وبتبقى ايه حالته حاله، فده احسن بكتير. وبنوته دي شاطره يعني، وهي بتعمل لي كده ضوافري. بصوا ضوافري كانت عامله ازاي اصلا، يعني كانت خربانه خالص. هتشوفوا برضو ادي قبل اهو، هتشوفوا برضو بعد. في ناس بتقول الجيل بولش بيبوظ الايد والكلام ده كله. بصراحه يعني دي حوالي تالت مره اعمله، ما بوظليش ضوافري خالص، كان كويس على ضوافري. فانا حبيته وحبيت ان انا ايه اجربه كل مده يعني. جميل جدا بصراحه، احسن من مانيكير العادي. فدينا اهو بعمله معاه، وكمان هي اسعارها حلوه جدا جدا. هي شارع فيصل ده والله العظيم، ولا دعايه ولا اي حاجه، ولا اصلا الست تعرف ان انا ايه هعمل الفيديو ده يعني. هنزل فيديو واتكلم، انا بعمل فلوج عادي يخصني انا. بصوا انا حبيت اللون اللي هو الفوشيا ده جدا جدا جدا. بصوا بقى شكله كده، بصوا شكله بقى الايد، بصوا شفتوا الايد قبل وشفتوا الايد بعد، بصوا شكله عامل ازاي في الايد. دي ضوافر يا جماعه، انا بحب زي ما قلت لكم اركب ضوافر. بصوا بقى انا ايه، انا هنا وانا لسه بقى ايه بستعد اعمل حواجبي واظبط الدنيا، ولسه بقى ايه هعمل شعري واعمل رموش واعمل ماسكات والكلام ده كله. طبعا انا كنت كاتمه الصوت عشان كانوا طبعا مشغلين اغاني والنور قطع شويه وقعدت شويه والكلام ده كله، بس انا كنت مستعجله كمان فاستنيت. بصوا بقى ضوافري انا فرحانه بيها ازاي يا خراش. انا بفرح جدا وانا عامله ضوافري الصراحه يعني. بصوا بقى يا جماعه،
بصوا بقى حواجبي، شفتوني طبعا انتوا قبل. بص بقى حواجبي بتعملها بطريقة احترافية جميلة جدا. انا بحب رسمة الحواجب دي. طبعا هنا مكنتش لسه مسحت الصبغة من الحواجبي. بصوا شكلها عامل ازاي، جميلة جدا. هنا طبعا ايه وانا بغسل شعري، طبعا النور لما قطع في المية، قطعت في المية عندهم ايه، قعدت شوية. فانا عانيت الصراحة يعني، هم كتر خيرهم، النور اصلا مش بيقطع عندهم بس، ده بيقطع في مصر كلها. بصوا بقى ايه شكلي. طبعا انا عملت ماسكات وحاجات والكلام ده كله، بس انا ايه صورت لكم كده جزء صغير من كل حاجة. البنوتة اللي بتعمل لي شعري بصراحة يعني ايديها كويسة جدا جدا جدا. بصوا بقى ايه، كنت خايفة المية تنزل على حواجبي. هنا بعد ما شلت الصبغة من على حواجبي، بصوا بقى شكل حواجبي عامل ازاي، شكلها حلو جدا. طبعا هي الحاجات اللي هي حطيتها لي على شعري والمساج بتاع الشعر والكلام ده كله، هي طرت لي شعري جدا جدا جدا. بصوا بقى الشكل اصلا مختلف، هتشوفوا برضو شعري كده بعد ما تنشفولي الكلام ده كله. دي نهاية نشفته الاستشوار. بص فرحانة برضو بشعري، انا بحب شعري كده، انا بقى مش عارفة بقى، انا بحب شعري يعني ايه، احب ان هو ايه بعد الاستشوار كده ايه ينشف، فاهمين اللي هو ايه الكيرل الخفيف كده. طبعا انا شعري ضعيف جدا، بقالي فترة مش مهتمية بيه. الاول كنت اصلا بصبغه كتير الوان فاتحة، فهلكت الشعراية. بس بصراحة استخدمت كده كم وصفة جربتها وكانت جميلة جدا يعني. بس قعدت فترة كده ايه اهملت في شعري. هرجع تاني برضو الوصفات، لو انتوا كمان عايزين وصفات يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين اعمل لكم وصفات على ايه. بصوا بقى شعري كده ايه بعد ما اتعمل. بصوا يا جماعه، بصوا الرموش كمان، ركبت الرموش. بصوا شكلي بقى عامل ازاي يا جماعه، يعني متغير 360 درجة الصراحة. بصوا بقى هنا بقى ايه واحدة تانية مختلفة خالص. اديني رايحة، هنا كنت لابسة ورايحة رايحة فين يا ربي، هنا كنت رايحة الحنة، كان عندي فرح وحنة. كنت هنا رايحة الحنة، وبعد كده بقى ايه مش عارفة انا مصورتلكوش الاوتفيت كامل ليه، بس هبقى اسيب لكم يعني صور كده في المنتدى. انا كنت رايحة الحنة مع العيلة والكلام ده كله. بعدها بقى ايه تاني يوم رحت الفرح. بس بصراحة يعني ايه عجباني رسمة حواجبي ورموشي كل حاجة. هنا بقى يا جماعة ايه في الفرح. بصوا بقى شكلي عامل ازاي. انا عجباني اصلا البلوزة دي خطيرة خطيرة خطيرة. هنا بقى كنت منسجمة طبعا في اغاني حواليا والكلام ده كله، طبعا يعني انا محطتش الاغاني. بصوا هنا اصلا مكنتش حاطة اي عدسة خالص، دي عينيا والكلام ده كله. بس بقى يا جماعة، فرب كده يكون فيديو خفيف لطيف عليكم، وحبيت اشارك معاكم كده ايه كل حاجة انا بعملها في يومي وفي حياتي. انا بحبكم كلكم كلكم، ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم ابدا ابدا. يا ريت بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان يعني اوصل لكم كل جديد. واكتبوا لي بقى انتوا عايزين ايه الفترة الجاية. بحبكم كلكم.